الساعة دلوقتي 5 الفجر وانا هعمل حاجة من اكتر الحاجات المجنونة اللي انا عملتها تقريبا في حياتي كلها. انا موجود دلوقتي في محطة براغ الرئيسية عشان اخد قطر من براغ لفيينا. من فيينا هاخد طيارة على ابو ظبي، ومن ابو ظبي هطلع على دبي، وكل ده عشان اشتري ايفون 14 برو ماكس. الساعة دلوقتي 10:30، لسه واصل فيينا والمفروض اكون في المطار كمان نص ساعة بالكتير، بس انا مش عارف لسه اصلا اروح المطار ازاي، فربنا يستر ما نتأخرش. المفروض المكنه اللي ورايا ده هو اللي بيقطع التذاكر على المطار، فانا قطعت تذكره قطر سريع بيطلع تقريبا كل ربع ساعه، ثمنها 4 يورو. المفروض ان انا يعني يا دوب هلحق بالظبط، فلو حصل اي تاخير ولا اي حاجه فربنا يستر. المفروض كده انا وصلت الجيت اللي انا رايحها، بس زحمه جدا. لا يعني شايف العدد عامل ازاي، فنقف شويه حلوين لحد ما نوصل للجيت. طيب خلصنا كل حاجه الحمد لله، وبما اني مسافر على ويز اير واول مره اسافر عليه، المفروض هو طيران رخيص ومعيش غير شنطه الظهر، فهنيجي هنا الديوتي فري نجرب برفانات. بما اني ما قدرتش اخد معايا اي برفان، نجرب هوجو بوس ثمنها 100 يورو. تمام، يعني هما الكام باخد دلوقتي هيكفونا لحد ما نوصل هناك. هنروح نشوف الجيت بتاعنا فين عشان نكمل على ابو ظبي. دلوقتي انا وصلت مطار ابو ظبي، يا دوب لسه مخلص من الجوازات. كان زحمه غير طبيعيه، هم عندهم نظام انك لاول مره تيجي فبتقف طابور كبير بتعمل ريجستريشن. لو انت كنت موجود قبل كده في البلد ففي زي فاست تراك كده بتحط الباسبور وبتعدي على طول، او لو انت معاك الاقامه الذهبيه فبرضه يبقى على طول. فانا خلصت كل حاجه، والمفروض دلوقتي ان انا هروح عشان اجيب سيم كارد. في حاجه عندهم كده اسمها سيم كارد للفيزيتورز من اتصالات. المفروض السيم كارد هنا ثمنه 50 درهم، يعني هو 50 درهم بيديك 2 جيجا و30 دقيقة مكالمات، فهو ده تقريبا اللي هيكفوا يعني. في طبعا بقى في باقات أكبر. هلو ففي باقات أكبر، في بقى حسب أنت هتقعد قد إيه، عندك دي الباقات ودي الأسعار ودي الحاجات، فأنا بالنسبة لي ده هيبقى كفاية أوي يعني، أنا مش هطول أصلا. هو عمال يقنعني إن أنا أدفع زيادة، بس هو يعني 50 درهم فل أوي، فاللي هي مش هنطول يعني. في ايه يا ابن اللعيبه؟ انت جاي سخن ولا لسه هنستنى؟ لسه حبيبي يا باشا. استنى احط الشنطه بس ورا. طب هرمي الشنطه دي هنا عشان كتيره. بهزر عشان دي 5 مقامي. وصلنا دلوقتي مع توفيق. أيوة. توفيق ده بقى كان كرم جابر بتاع باب الاعداديه وباب الثانويه. لا ده حلمي مش لا يا عم انت برضه. انا كنت بيجي رامي الصغير. يا عم حلمي قد كده اصلا. اسمه رامي. هو حلمي قد كده، لكن انت بدي على كرم جابر. فالراجل هينيمنا عنده النهارده. لا يعني فده اسم بقى يعني امبابه بتطلع رجاله من الاخر. لا كلها رجاله. امبابه بتطلع رجاله في كل حته مسيطرين. لو رحت فين هتلاقي من امبابه كلها. ما هي امبابه في حد هناك من امبابه في الامارات؟ ايه هتروح دبي هتلاقي كل امبابه كلها هناك. هتلاقي بقى شارع الوحده وارض الجمعيه في دبي. نروح هناك بقى. الكلام ده. هتروح. فهنطلع نبات عند الراجل ده وبكره هنطلع على دبي ان شاء الله الصبح نكمل هناك. اديني في الفراوله. انا بتدي فعلا الجو فراوله. تركب مفتاح. ليه جبته يا عم؟ كنت خليه ساعات بنساه في الجيم فبسيب الباب مفتوح. المفروض دلوقتي انا كنت هطلع على دبي بالباص، فتوفيق برغم ان عنده شغل، يعني برغم ان هو عنده شغل قال لي لا عشان حد الزبلاء قال لي لا هوصلك بالعربيه، فهو دلوقتي هيوصلني على دبي. الراجل بيتنا عنده وعشاني وكمان هيوصلني على دبي واكلني، وكمان هيوصلني على دبي دلوقتي. انت اكلت ايه؟ لازم تنسى منش الاكل. اكل الاستكات بتاعتي كان
انا وصلت عند المفروض ان انا وصلت عند مول دبي، بس في عندهم مشكله ان ممنوع تصور جوه، يعني ممنوع تصور جوه المول، تصور حتى على بره المول من بره على النافوره هناك. فانا لازم تكون جايب تصريح وبتاع عشان تصور، فاضطرينا احنا نخرج بره خالص، يعني مول بعيد شويه عشان نيجي نكمل تصوير الفيديو. واحنا بقى موجودين قابلت حلمي كان معايا في باب الاعداديه وباب الثانويه، فهيحكي لكم موقف من مواقف خش حلمي من مواقف باب الثانويه. لا خش السلام عليكم. لا خش على الموقف على طول. كنا بنعمل الموقف على طول. خش كنا هنجيب اكل في ثانوي. احنا كانوا ايام الكانتين بتاع المدرسه كانوا مانعين ان احنا نجيب اكل من بره عشان ننفع عشان نجيب الكانتين، وكان عشان ننفع الكانتين. هي كانت فطيره سكر ايوه فطيره عسل. هم دول اللي الثانويه. واحنا طبعا ما لناش عينينا الحاجات دي. حلمي اخترع اللي هو نجيب اكل، اللي هو كنا بنجيب اكلات. كنا بنجيب اكل من محل كشري وسندوتشات كده غريبه. من لهاليبو. واحنا كنا في الدور الثالث تقريبا. كان في حد بينط على السور بتاعتنا في الدور الثالث. حلمي عمل براءة اختراع، يعني هي لحد دلوقتي متسجله باسمه في امبابه. المفروض اخد عليها جائزه نوبل. للبراءة للفكر. كنا بنعمل ايه بقى؟ يعني تقريبا في حياتي الدراسيه كلها هو ده الموقف اللي فكرت فيه. فكرنا اللي احنا يعني في الدور الثالث، الفصل بتاعنا كان في الدور الثالث وعايزين نطلع الاكل من الدور الاول، وصاحبنا هيتكتب غياب، اللي راح يجيب لنا الاكل ده هيتكتب غياب. ده مش مشكله عادي. فلازم يطلع وما ينفعش يطلع معانا بالاكل يعني. حلمي كان يخش يقول لك كله يشيل رباط الجزم. كل واحد يجيب رباط الجزمه بتاعه ونربط ده كله ببعضه وننزله من الدور الثالث لتحت. كنا بنطلع فيه الواد تقريبا ولا ما كانش بيمسك فيه الواد؟ لا ما كانش. كانت ذكريات امبابه، واحنا دلوقتي موجودين في ذكريات دبي. لا بس فرق يعني مفيش فرق، نفس المنظر، نفس كل حاجه، مفيش فرق تقريبا. هنا عمارات النيل، وهناك كان في برضه النيل بتاع الكتكات. موجودين. عند الكتكات نفس المناظر. اللي هو البرجين دول يعني عندك هنا برج خليفه. احنا كان عندنا برج الكتكات، ما كانش فيه اختلاف. ايوه وفي عندنا هنا الجسر اهو نفس كوبري امبابه. لا ده بالظبط ده نفس كوبري امبابه اهو. لو زومنا هو لا تقريبا هو. موجودين دلوقتي عند برج العرب. حاولنا نخش جوه عشان نصور فيه، بس كان صعب ان احنا نخش. يعني قلنا بدري وريكم برج العرب كان بعيد، قلنا ناخد كام صوره. كنت عايز اخش اعمل تور جوه، بس للاسف ما قدرناش نخش. يا اما الدخول كان ب 250 درهم، وكان في طابور كبير عشان تخش وتستنى شويه حلوين. ده برج العرب في دبي. دلوقتي ما اكلتش تقريبا، ما اتغديتش، لان كنت بصور فيديو تاني انتوا هتشوفوه بعدين، او فيديوهين كمان بتشوفهم بعدين. فسمعت ان هنا في فايف جايز، فزي ما جربت فايف جايز في فيينا، تعالوا نجرب فايف جايز في دبي. One burger please. Cheeseburger. Hamburger. Order number 3. 10. Thank you. طلبت من فايف جايز واحد برجر وبطاطا وبيبسي كبير لارج، دفعت 80 درهم، يعني كتير، يعني حوالي 450 جنيه تقريبا، فسعره برده غالي. الواقع ممكن يبقى ارخص شويه من فيينا، بس طلع اغلى من فيينا. المهم انا اقول لكم باختصار انا ايه اللي خلاني اجي اسافر من براغ لفيينا لابو ظبي لدبي عشان اجيب تليفون وارجع. عامه سعر الايفون في هنا، انا كنت عايز اجيب ايفون 14 برو ماكس 256 جيجا، سعره في براغ عامل 40500 و40500 كورونا، يعني 40500 جنيه. هو في مصر تقريبا عامل 55 57. سعره هنا بالاماراتي اللي انا طلبته عامل 32500، حوالي 5200 درهم، يعني فرق حوالي 8000 كورونا او 8000 جنيه. بال 8000 كورونا دول او 8000 جنيه انا حجزت طيران اللي انا جيت بيه، وحجزت القطر كمان من براغ لفيينا، ومن فيينا لبراغ وانا راجع، كل ده ب 8000. طبعا انا قعدت هنا مع توفيق، راجل يعني يشكر، قعدني عنده. في واحد صاحبي تاني كمان اسمه نبيه هبات عنده النهارده. وصلت دلوقتي مطار ابو ظبي عشان اطلع من ابو ظبي على فيينا، ومن فيينا على براغ. واللي حصل ان التليفون اللي انا طلبته ما جاش، وانا المفروض دافع 5200 درهم وانا مسافر والتليفون ما جاش. يعني هو الحوار ده بوظ لي الرحله كلها. يعني انا صورت 3 فيديوهات، ده واحد منهم وفي 2 كمان، بس انا كنت المفروض انا هرجع بالتليفون، فالتليفون حتى الان ما جاش. فمش عارف، فان شاء الله التليفون يوصل، لان لو ما وصلش اصلا يعني ما اعرفش بقى الفلوس دي هيبقى ظروفها ايه ولا مصيرها ايه يعني. فهنشوف. السلام عليكم.